كمان ده ارتكب جريمتين وبيعترف ان هو ساعات يقول له طلعوا الجواب واختموه. يعني بعد كده يبيع اتحاد الكوره. عارف شيء من الناس اللي مش لازم اتكلم، يبيع اتحاد الكوره خلاص ما دام الختم موجود، ختم ثروت موجود وختم اتحاد الكوره موجود، خلاص تعالى نشتري انا وانت، ما تيجي تشاركنا على اتحاد الكوره وهجيب لك جواب مختوم ان الاتحاد بتاعنا بايعه لاسامه خليل ومحمود معروف. ما دام المساله سهله كده نطلع ختم ما فيش حد بيمضي خلاص. ده مصيبه مسار فيلم ولا هذا الكلام. ومصيبه سوداء ان محمد عبد السلام بعد ما يمضي على الجواب اللي بعته باسم نادي مقص اتحاد الكوره هو مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، يرجع يقول والله اصل انا جاي لجواب اتحاد الكوره فحبيت وحلل كلام المدير التنفيذي لما قال لك والله انا عملت الكلام ده كله علشان خاطر الجهات الامنيه هي اللي طلبت مني ان انا العب المباراه يوم الاحد. حضرتك دلوقتي بتقول ان الكلام ده غير سليم لان سالتوا المسؤولين من الجهات الامنيه قال لك والله احنا قررنا من ناحيه امنيه ان المباراه مثلا تكون يوم الثلاث. تمام؟ هنا لما اجي وإذا كان اعلى سلطه امنيه اللي هو جمال عبد الباري مساعد اول وزير للامن العام قال لي انا وقال للاستاذ مرتضى وقال للنائب خالد شعبان لا الامن ما بعتش جواب. ده مصيبه سوداء. ده قال لنا وطبعا راجل مسؤول كبير يعني مش راجل مش مسؤول عادي يعني. طيب اعلى نمره واحد نمره اثنين بعد الوزير.